من الحاجات المهمة اللي لازم تخلي بالك منها هي بدلات العربية، وازاي تتعامل مع البنزين وتتعامل مع الفرامل بدقة شديدة جدا علشان ما تتخبطش من ورا. ايه ده؟ اتخبط من ورا؟ الفيديو ده علشان الخبطة من ورا مش الخبطة من قدام. انا مؤمن الجزار، ودي صفحة بتاع تعليم سواقة. انا جاي النهاردة عشان اقول لك حاجة صغيرة جدا، انك انت لازم تحاسب جدا وانت بتضغط سواء بنزين او فرامل بالنسبة للعربيات اللي حواليك. ومن هنا دي اهم نقطة في الموضوع كله. ليه بقى؟ لان انت لما بتضغط بنزين زيادة عن اللزوم في وقت ما يكونش الموضوع محتاج بنزين، ده بيخليك انك انت تخبط. وفي الوقت اللي انت بتقلل فيه بنزين، في الوقت اللي الناس كلها بتجري، انت كده يعني هتتخبط. بالنسبة للفرامل، انت لازم توزع رجلك على الفرامل بما يعادل 4 ضغطات صغننين، بحيث ان الضغطة الرابعة تكون انك انت وقفت بالعربية. بلاش بقى شغل اللي هو اضغط واشيل اضغط واشيل كأنك راكب عربية من العربيات القديمة. دي حاجة مهمة جدا جدا في السواقة. ووعاك انك انت تضغط فرامل جامد عشان ما تتخبطش من ورا. تنساش تصلي على النبي واللايك الجميل بتاعك.